خلصنا الجزء الأول من أنمي رينبو لما ماريو راح لشيهارا عشان ينتقم منه، وباقي أصحابه راحوا لساساكي عشان ينتقموا منه هو كمان. بس ماريو ما قدرش يقتل شيهارا، فشيهارا قال له ما قتلتنيش ليه؟ فماريو قال له لأنك أقل من إن اتسجن علشانك. ساكوراجي لو كان هنا كان منعني إن أقتلك، أنت خلاص بقت مدمن وكده كده الموت هو اللي هيجيلك لوحده. وماشي ماريو، وبالليل باقي اصحابه نوموتو وتوياما وماتسورا ومايدا وجو استدرجوا ساساكي لفندق، وجو طلع عليه مسدس وقال له احنا هنقتلك قبل انتخابات البلدية ما تخلص ومش هنخليك تبقى العمدة. وخدوه وحطوه في حفرة على البحر عشان ما يعرفش يتحرك. ومايدا قال له مية المادة هتيجي عليك دلوقتي وهتغرق، لو عايز تنقذ نفسك اعترف بكل الجرائم اللي انت عملتها. فساساكي اعترف وسجلوا له اعترافه. وتاني يوم لما ساساكي راح مؤتمر تبع الانتخابات، الولاد شغلوا في المؤتمر التسجيل اللي سجلوه له بالليل، وساساكي اتفضح وخسر كل حاجة وانتقموا منه. وفي نفس الوقت ده ماريو راح لكويكي وقال لها انا نفذت اللي انت قلتيهولي وما قتلتش إيشيهارا. فكويكي فرحت وشوية وماريو سابها وراح لباقي اصحابه عند الشجرة، وكلهم شافوا ساكوراجي في خيالهم وبدأوا بعد كده يفكروا في مستقبلهم بعد ما خلصوا من الانتقام لساكوراجي. وعدت الأيام وماريو بقى كل يوم بيقرب من كويكي عن اليوم اللي قبله، وكويكي كانت منجذبة ليه لأنه بقى بيشبه ساكوراجي في كل حاجة. وفي يوم ماريو قال لها أنا عازمك على السينما بكرة، فوافقت. بس اللي ماريو ما كانش يعرفه إن في عريس عايز يتجوز كويكي، والعريس ده في مصالح بينه وبين أبوها وهي مضطرة توافق تتجوزه. وبالليل مايدا وجو راحوا لماريو الحانة اللي هو شغال فيها وحكى لهم إنه هيخرج مع كويكي بكرة. وفعلا تاني يوم خرج معاها، وكويكي اتبسطت بالخروجة. بس وهي مروحة قابلت العريس اللي عايز يتجوزها، وبالصدفة جو شافها وعرف إنها هتتجوز غصب عنها بعد شهر. فرح قال لماريو، وماريو اتضايق وقال لجو أنا كنت عارف إني مش هبقى مع كويكي، أنا الوحيد فيكو اللي هربت من الإصلاحية وما قضيتش مدة عقوبتي، أنا عايش هربان مش هينفع أعلق كويكي معايا. ورجع ماريو تاني للحانة اللي هو شغال فيها، بس لا في شخص سكران بيكسر الكوبايات وعايز يعتدي على صاحب الحانة اللي اسمه هاياكاوا. فماريو قعد يضرب في الشخص ده لأنه كان لسه متضايق من موضوع كويكي. وبعد ما خلص ضرب في الراجل وعوره، هاياكاوا قال له انت مطرود، انا ما بحبش التصرفات دي عندي. فماريو ندم وتاني يوم راح لهاياكاوا واعتذر له، وهاياكاوا قبل اعتذاره. بس شوية والراجل اللي ماريو ضربه بالليل جه ومعاه الشرطة عشان يقبضوا على ماريو. وفعلا الشرطة قبضوا عليه وعرفوا انه هربان من الإصلاحية وما قضاش مدة عقوبته. فقالوا له انت هتتسجن 7 سنين او اكتر، قضيتك هتروح للمدعي العام الاول عشان ينظر فيها وتتحاكم. فماريو اتخض واصحابه اتجمعوا في الحانة في الوقت ده عشان يعملوا خطة ويشوفوا هيطلعوه ازاي. واتفقوا انهم لازم يطلعوه من السجن قبل كويكي ما تتجوز عشان يمنع الجوازة. ونوموتو بعد كده قال للكل احنا هنحاول نخرجه بشكل قانوني. ماريو دخل الإصلاحية لأنه ضرب معلمه، وده لأن معلمه اعتدى على تلميذة زميلته في المدرسة. جو وماتسورا روحوا للتلميذة دي وخلوها تكتب اعتراف باللي حصل عشان نستغله في القضية. ومايدا انت وتوياما روحوا للراجل اللي ماريو ضربه في الحانة اللي اسمه كوجوري وحاولوا تخلوه يتنازل عن القضية. فعملوا كده. بس جو وماتسورا لما راحوا المدرسة للتلميذة اللي اسمها يوشيدا قالت لهم انا فعلا المعلم اعتدى عليا وماريو ضربه، بس ما اقدرش اكتب اعتراف بكده لان ده هيفضحني، انا عايز اساعد ماريو بس مش عارف اعمل كده ازاي. وتوياما ومايدا في نفس الوقت ده راحوا لكوجوري وتوسلوا ليه، بس كوجوري رفض يتنازل عن القضية. فجو وماتسورا مشيوا من عند يوشيدا، بس ماتسورا ما استسلمش ورجع لها تاني بالليل ونجح واقنعها انها تساعد ماريو في القضية. وتوياما ومايدا هم كمان ما استسلموش وحاولوا تاني مع كوجوري. وتوياما قال له انا هخليك تضربني وتاخد حقك مني، بس امضي على الورقة دي اللي فيها التنازل عن قضيتك اللي ضد ماريو. فكوجوري وافق وقعد يضرب في توياما
لحد ما عوره ومضى بعد كده على ورقة التنازل. وتاني يوم ماريو كان في مكتب المدعي العام بيتحقق معاه، والمدعي العام اللي اسمه تاكادا ما كانش متعاطف معاه خالص وكان عايز يسجنه لحد ما شوية وجاله نوموتو بورقة التنازل بتاعة قضية كوجوري. بس تاكادا قطعها وقال له اكيد انتوا ارغمتوا كوجوري انه يتنازل عن القضية، الورقة دي مش هتفيد بحاجة. فنوموتو عيط وقعد يحكي له كل اللي حصل معاهم في الإصلاحية وتوسل ليه عشان يساعد ماريو في القضية. وبرضه تاكادا ما كانش مصدق لحد ما ماتسورا جاب يوشيدا لمكتب تاكادا، ويوشيدا اعترفت وحكت له ان ماريو كان بيساعدها ودخل الإصلاحية لما ضرب معلمه عشان يدافع عنها. فتاكادا صدق وتعاطف مع ماريو، وفي يوم توجيه التهم تاكادا قال لماريو انا قررت ان التهمتين اللي عندك يسقطوا، ادفع كفالة 800 ين وامشي، انت حر، انت عندك اصدقاء رائعين هم اللي ساعدوك وجابوا دلائل تسقط التهم من عليك. فماريو ما كانش مصدق واصحابه بعد كده دفعوا له الكفالة وخرجوه، وراح لهم عند الشجرة وعيط وقال لهم شكرا انا مدين ليكوا. ومع غروب الشمس راح ماريو لكويكي وقال لها انه بيحبها، بس ومع انها منجذبة ليه قالت له انساني احسن ومشي. وتاني يوم راح ماريو شافها في زفافها وودعها ورجع قعد مع اصحابه. وعدت الايام وجو بقى شغال في طوكيو مساعد لفرقة موسيقية، وكان كل يوم بيقول في دماغه في يوم هحقق حلمي وابقى مغني. ومايدا هو كمان كان بدأ يشتغل في طوكيو، وفي يوم راح هو وجو يتفرجوا على عرض الفرقة جاز، بس مغني الفرقة ما جاش في اليوم ده. فجو استغل الفرصة وغنى هو مع الفرقة وكل الناس اعجبت بصوته وسقفوا له. بس تاني يوم لما رجع للفرقة اللي بيساعدها ضربوه وهددوه لانه غنى لوحده وممكن يتشهر، وقالوا له لو غنيت تاني هنشربك زئبق وهنضيع لك صوتك. فجو خاف وقال لهم مش هغني تاني. ولما ماشي جات له واحدة اسمها ناوكو وقالت له انا سمعتك وانت بتغني امبارح مع فرقة الجاز، صوتك حلو جدا وهخليك نجم في 3 شهور بس تسمع كلامي. فجو وافق. وناوكو سألته انت عايز تغني ليه؟ فقال لها لاني بحب الغنى وكمان عايز اتشهر والاقي اختي ميج. ووديته تاني يوم لمدرب غنى اسمه كواماتا عشان يدربه. وفي نفس الوقت ده ماريو وماتسورا انتقلوا هم كمان لطوكيو بعد ما جالهم شغل هناك، ومايدا جالهم وقعد معاهم وقال لهم بكرة هجيب جو واجيلكوا. بس مايدا لما راح لجو جو قال له ابعد عني انا مش عايز اعرفكوا تاني. وجو كان بيقول كده غصب عنه لان ناوكو هي اللي قالت له يبعد عن صحابه. وكمل جو تدريباته على الغنى، وفي ليلة راس السنة اجتمع كل صحابه عند ماريو. ومايدا كان زعلان جدا وقال لهم جو قال لي انه مش عايز يعرفنا. فتاني يوم ماريو راح لجو قال له انا عارف انك بتعمل كده عشان عايز تتشهر واحنا مش زعلانين منك، بس لما تتشهر ما تنساناش وخصوصا مايدا. فجو عيط وقال له عمري ما هنساك. وماريو قبل ما يمشي اداله عنوانه وبعد كده مشي. وبعد كام يوم ناوكو جابت لجو دعوة عشان يغني في المهرجان الغربي، بس فرقته القديمة اللي كانوا عايزينه يبطل غنى لما عرفوا راحوا يهددوه. فناوكو وقفت قصادهم ودافعت عن جو وطردتهم. وشوية وجو بعت دعوة لمايدا عشان يحضر المهرجان الغربي ويشوفه وهو بيغني، وماريو أقنع مايدا إنه يروح. وجو في الوقت ده كان بيجهز للمهرجان مع مدربه كواماتا، وابن كواماتا الصغير كمان كان معاهم. بس فجأة فرقة جو القديمة رجعوا تاني ومعاهم مسدسات عشان يقتلوه، وجو ما كانش عارف يعمل ايه. فقال لابن كواماتا اخرج من الشباك وروح العنوان ده هتلاقي واحد اسمه ماريو قول له على اللي بيحصل هنا عشان يجي ينقذنا. وفعلا الولد راح لماريو ولقى معاه مايدا وماتسورا وراحوا كلهم لجو فلقوه مضروب وكواماتا مصاب بطلق ناري. فدخلوا وقعدوا يضربوا في الفرقة بتاعت جو واحد واحد وكسروا عليهم المكان. وناوكو خرجت اتصلت بعصابة بتحميها عشان يجوا يساعدوها، بس لما العصابة جم لقوا ماريو واصحابه خلصوا واخدين جو عشان يلحق يغني في المهرجان الغربي. فواحد من العصابة اسمه اريتو اداهم عربية عشان يلحقوا يوصلوا وراحوا بسرعة. ومايدا وهو داخل المهرجان لقى هناك ميج واخت جو، وميج كانت جاية
شوية بعد ما قرت اسم جو على إعلان المهرجان وسألت مايدا هو أنت تعرف جو؟ فقال لها ده صاحبي. فدخلت معاه بس المهرجان الغربي كان خلص وجو ملحقش يغني وقعد يعيط وقال لناوكو أنا بتوسل ليكي اديني فرصة تانية. فناوكو قالت له دي كانت فرصتك الوحيدة وانت ضيعتها ومشيت ناوكو. وجو أحبط فمايدا دخل وقال له ما تيأسش وغني لنا احنا اصحابك وجايين نسمعك. فجو قام يغني وهو بيغني دخلت ميجو اخته وما كانش مصدق انه شايفها بعد ما كبرت وعيط تاني ومشي كلهم مع بعض. بعد كده ونوموتو وتوياما جولهم وراحوا زاروا قبر ساكوراجي وهناك جو قال لهم انا صحيح لقيت ميجو اختي بس انا مش هستسلم وهبدأ من الصفر لحد ما ابقى مغني مشهور. وشوية وماريو وماتسورا ومايدا رجعوا للعصابة العربية اللي اريتو اداها لهم بالليل وعرفوا من اريتو ان العصابة اسمها عصابة الفيكوموتو وزعيم العصابة جه وقال لهم ايه رأيكم تنضموا لنا؟ فماريو ومايدا رفضوا بس ماتسورا كان عايز ينضم وقال لاصحابه انا بقيت عاطل دلوقتي وعايز انضم للعصابة. فمايدا ونوموتو ساعدوه وخلوه يبيع حاجات عشان ما ينضمش للعصابة بس ماتسورا لانه غبي كان بيفشل في البيع وراح بعد كده انضم للعصابة واتدرب تحت ايد واحد منهم اسمه تاناكا. وفي ليلة جه واحد غريب وهجم على العصابة كلها وعور تاناكا وراح هجم كمان على ماتسورا. وبعد كام يوم ماريو ونوموتو ومايدا عرفوا اللي حصل فقلقوا ان ماتسورا يكون حصل له حاجة بعد الهجوم وراحوا سألوا تاناكا عليه. فقال لهم ماتسورا دلوقتي بقى مصارع محترف روحوا شوفوه في المنتزه الساعة 7 بالليل. والتلاتة ما كانوش فاهمين ازاي ماتسورا ساب العصابة وبقى مصارع فراحوا له بالليل وقعدوا معاه بعد ما خلص مباراة مصارعة وحكى لهم كل حاجة وقال لهم ليلة الهجوم تاناكا اتعور وانا ضربت الشخص اللي هجم علينا بس لاني غبي طلبت الاسعاف والشرطة. فزعيم العصابة كان هيقتلني عشان عرفت الشرطة مكاننا بس اريتو لحقني وقال للزعيم انه هيتصرف معايا وخدني بعد كده وجابني هنا عشان ابقى مصارع وقال لي ابذل مجهودك في المصارعة احسن وما توريش وشك لاي حد من العصابة. وهي دي الحكاية كلها. فمايدا ونوموتو وماريو قعدوا يضحكوا على ماتسورا وعدت الايام وماريو واصحابه بقوا مستقرين في طوكيو. وفي يوم اتجمعوا كلهم وبعد ما كله روح مايدا ونوموتو فضلوا مع بعض ونوموتو عزموا عنده في البيت وعرفوا على اخواته التوأم وامه. ومايدا كان اول مرة من فترة يحس احساس القعدة مع العيلة. وبعد ما اتعشوا خرج يتكلم مع نوموتو ونوموتو قال له انا قررت ادرس القانون بس عايز فلوس اجيب بيها كتب. فمايدا اداله فلوس وقال له خد الفلوس دي واحتفظ بيها انا مش عايزها. وماشي مايدا بس اللي ما يعرفوش ان نوموتو كان بيكذب لما قال له انه هيدرس القانون لان نوموتو بيحب باعة هوا اسمها ايري وايري كانت مديونة ونوموتو كان بياخد فلوس من صحابه عشان يسدد ديونها. وفي يوم اخوات نوموتو راحوا لمايدا وحكوا له الحقيقة. فمايدا راح اتكلم مع نوموتو وقال له ما ينفعش تحب واحدة زي دي وتضيع عليها فلوسك. بس نوموتو كان اعمى بحب ايري وزعق لمايدا وقال له انت مش فاهم حاجة انت لا عندك عيلة ولا بتحب. فمايدا زعل ومشي وراح لماريو وتوياما وحكى لهم. فتاني يوم توياما قابل نوموتو وبعد كده قعد يضرب فيه وقال له فوق ايري دي بتضحك عليك. فنوموتو وهو بينزف قال له لا ما بتضحكش عليا احنا بنحب بعض وقريب قوي احنا الاتنين هنهرب. فتوياما كمل ضرب فيه وصحي نوموتو تاني يوم لقى نفسه عند ماريو وماريو قال له توياما سابلك فلوس عشان تصلح نضارتك اللي اتكسرت لما ضربك. فنوموتو خد الفلوس ومشي وراح وقف عند معبد كان متفق مع ايري انهم يتقابلوا هناك ويهربوا مع بعض بس استناها كتير وما جاتش لان ايري كانت هربت مع واحد تاني غيره. وفضل نوموتو مستني لحد بالليل وصدق ان ايري فعلا بتضحك عليه وانها مش هتيجي زي ما اتفقت معاه. والدنيا مطرت وشوية ومايدا جاله وقال له تعال نروح ايري مش هتيجي. فنوموتو وقع مغمى عليه بعد ما جاله حمى من انتظاره في المطر. والصبح فاق ولقى اصحابه بيرعوه في بيت ماريو بس بعد كام يوم فتح الجريدة ولقى فيها خبر بيقول ان في بنت وولد انتحروا وعرف
من الصورة ان البنت دي تبقى ايري، فزعل جدا ونزل مشي في الشوارع لوحده حزين. وعدى شهر واصحابه ما كانوش يعرفوا اي حاجة عنه طول الشهر، لحد ما فجأة نمت ورجع واعتذر لأمه واعتذر كمان لاصحابه ورجع لهم فلوسهم وقال لهم انا كنت بشتغل طول الشهر اللي فات، قعدت حزين بعد موت ايري، بس حسيت اني سامع صوتها بيقول لي كمل وعيش، فكملت حياتي واشتغلت عشان ارجع لكم فلوسكم. واتحلت مشكلة نوموتو وعدت الايام، ومايدا كل يوم كان بينزل وشغله هو بيع علب السجاير اللي ليلي بتديهاله من القاعدة العسكرية الامريكية اللي هي بتشتغل فيها. بس كل يوم بعد الشغل كان بيحس باحساس تعب غريب. وفي يوم قابل راجل عجوز في طريقه، والراجل ده قال له انا عايز سيجارة، فمايدا اداله، فالراجل قال له اديني عنوانك، فمايدا اداله عنوانه ومشي. وراح بعد كده لليلي عشان ياخد منها السجاير زي كل يوم. وليلي قالت له انا هتجوز ضابط امريكي من القاعدة العسكرية هنا وهياخدني معاه لامريكا، ومن الاسبوع الجاي مش هبقى موجودة عشان اقدر اديك سجاير تاني تباعها. فمايدا مشي من عندها وما كانش عارف هيشتغل ايه بعد ليلي ما تسافر. بس تاني يوم وهو قاعد في غرفته جت واحدة خبطت عليه وقالت له سوجي عايزك. فقال لها سوجي مين؟ فقالت له تعالى معايا وانت هتعرف. وراح معاها وعرف ان سوجي ده هو الراجل العجوز اللي اداله السيجارة. وسوجي قال له انا شغال مقرض مال، بقرضه للناس بفايدة، والفايدة بتاعتي 1% بجمعها يوميا من الناس. انا بقيت غني في 10 سنين، ايه رأيك تشتغل معايا؟ فمايدا فرح ووافق ورجع قعد مع اصحابه في بيت ليلي عشان يودعوها قبل ما تسافر. وبعد ما كلوا جه واحد وقال لليلي انا مسؤول في الدولة هنا، والضابط الامريكي اللي قالك انه هيسفرك معاه وسابلك البيت ده قبل ما يمشي ضحك عليكي وسافر النهارده لوحده، وهو مش هيسفرك، وكمان البيت اللي انت قاعدة فيه ده بقى ملك الدولة هنا. فليلي اتفاجئت وقالت انا معيش فلوس ولا عندي مكان اعيش فيه، هو كمان سرق فلوسي قبل ما يمشي، انا اتخدعت فيه. وليلي ما بقتش عارفة هتعمل ايه في حياتها. فمايدا واصحابه خدوها معاهم وخلوها تقعد في شقة ماتسورا اللي كان في جولة مصارعة. والصبح ليلي صحيت وراحت هي وماريو لمايدا، بس لقوه تعبان جدا فودوه لعيادة. والدكتور بعد ما كشف عليه قال لهم حرارته عالية مش اكتر. فماريو قال له مايدا في صغره نجا من تفجير نووي، ممكن يكون اتأثر بيه وهو دلوقتي تعبان بسببه. فالدكتور قال له لازم تروح مستشفى كبيرة عشان يفحصوه فحص دقيق ويعرفوا. فماريو مشي وقال لليلي انا معيش فلوس اودي مايدا مستشفى كبيرة، وقعد يعيط. فليلي قالت له انا هتصرف. وتاني يوم خدته وراحوا للقاعدة العسكرية الامريكية عشان تتكلم مع اي حد هناك ويخلوهم يكشفوا على مايدا، لان القاعدة العسكرية كانت مجهزة وفيها اساليب طبية احسن. بس الجنود اللي هناك مرضوش يساعدوها لحد ما جه جندي اسمه جيفري وقال لماريو انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت هزمتني قبل كده في مباراة ملاكمة، انا هساعدكم بس شرطي انك تلعب قصادي مباراة تانية. فماريو وافق وبدأوا يلعبوا. وشوية وقائد جيفري جه وقال له كفاية. ليلي قالت لي ان ماريو ده ايده متهشمة، فجيفري لما شاف ايد ماريو وقف المباراة وساعدهم وجاب لهم ميعاد في القاعدة العسكرية عشان يكشفوا على مايدا. فرجعوا بسرعة يجيبوا مايدا من العيادة، بس لقوه مشي ومحدش كان يعرف هو راح فين. ومايدا كان عند سوجي وطلب منه انه يقرضه 300 ألف ين عشان يشتغل مقرض مال زيه ويساعد ليلي بجزء من الفلوس والجزء التاني يعمل بيها مشروع خاص. فسوجي وافق يقرضه، بس قال له خلي بالك المجال ده صعب وانت الضمان قدامي دلوقتي، لو ما رجعتش الفلوس اللي هتقترضها مش هتترحم. فمايدا قال له فاهم. فسوجي قال له طب روح العنوان ده هات فلوس من راجل هناك مش عايز يرجع الفلوس اللي انا اقرضتها له، وعقبال ما ترجع هكون جهزت لك ال 300 ألف ين. فمايدا راح ولقى الراجل اللي مش عايز يرجع الفلوس، ومايدا قال له سوجي عايزك ترجع له الفلوس، بس الراجل رفض. فمايدا مسكه وقعد يعض فيه لحد ما جابوا معاه لسوجي. ومايدا لقى ماريو وليلي عند سوجي وكانوا عارفوا ان مايدا عايز يقترض عشان يساعد ليلي. وتاني يوم خدوه للقاعدة العسكرية وكشفوا عليه، والدكتور قال لهم
لهم انه سليم ففرحوا. بس بالليل ليلي راحت لسوجي وقالت له ما تقرضش الفلوس لمايدا، هو عايز الفلوس دي عشان يساعدني. فسوجي قال لها انا وعدته اني هديله الفلوس دي ولازم اديها له. فليلي قالت له طب شغلني عندك عشان مايدا ما يضطرش يساعدني بالفلوس اللي هياخدها منك. فسوجي خدها معاه وشغلها مدبرة لمنزله. وتاني يوم مايدا راح له وفرح لما شاف ليلي بتشتغل عنده وخد منه الفلوس بعد كده. وتاني يوم ماريو راح شغله وكان لسه بيحلم انه يبقى ملاكم، وفجأة جيفري جاله وخده لمدرب ملاكمة يعرفه اسمه جيمي وقال له ده هيساعدك انك تبقى ملاكم. وجيمي لما شاف اداء ماريو قال له انت ملاكم ممتاز بس مشكلتك في ايدك المصابة، انا اعرف طبيب ممكن يعالجها لك. فماريو خد صحابه وراحوا للطبيب اللي جيمي قال له عليه. والطبيب لما فحص ايده وقال له ايدك محتاجة عملية نسبة نجاحها 30%، بس لو العملية فشلت مش هتعرف تستخدم ايدك تاني. فماريو قال له انا هعمل العملية. واصحابه بعد كده دفعوا فلوس العملية للطبيب. وماريو راح يزور قبر ساكوراجي، وهناك ام ساكوراجي جات له وقالت له انا بشوفك بتيجي هنا كتير، انت اكيد كنت صاحب ساكوراجي. وخدته معاها البيت واتكلموا وعرفت انه ملاكم، فدته الجزمة بتاعت ساكوراجي اللي كان بيلبسها لما بيلاكم. وماشي ماريو من عندها. وتاني يوم راح عمل العملية ونجحت. وماريو رجع يتدرب تاني وعدت فترة وجه ميعاد أول مباراة ملاكمة ليه، وكل أصحابه جم يتفرجوا عليه. وبدأ ماريو المباراة مدافع، بس بعد كده ضرب خصمه كذا لكمة بإيده اليمين اللي عمل فيها العملية وانتصر. وتاني يوم راح قعد عند الشجرة اللي كان بيتجمع عندها هو وكل أصحابه، وكلم ساكوراجي في خياله وقال له كلنا بخير، جو بيغني وفي يوم هيتشهر، وماتسورا بقى مصارع محترف، ونوموتو بقى بيدرس القانون، ومايدا بقى شغال مقرض مال، وتوياما بقى جندي في قوات الدفاع، وانا بقى هحقق حلمك وهبقى ملاكم. وبكده يبقى خلص انمي رينبو. أنمي ريمبو إنتاج سنة 2010، والأنمي ترتيبه 90 في قائمة أفضل الأنميات في التاريخ. ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.